المنتخب المصري يتعادل في الدقيقة 88. يواصل الفراعنة أيضا مغامرتهم في هذه الأولمبياد، وإبراهيم عادل مرة أخرى يواصل حمل آمال الفراعنة على عاتقه ويعيدهم أمام الباراغواي. أحمد، وبالفعل وإحنا نبغي أن يستمرون إن شاء الله، مثل ما استمر الحين المنتخب المغربي إلى الدور القادم، إن شاء الله يستمر أيضا المنتخب المصري إلى الدور القادم عشان تكبر الآمال. كل ما كانت الفرق العربية في الدور القادم أكثر، كل ما إن شاء الله تكبر الآمال. تكبر الآمال أن نحقق الميدالية، على الأقل ميدالية. يعني احنا وصلنا دور الأربعة 3 مرات، مرتين المنتخب المصري، مرة العراق، ولكن ما حققنا الحضور والوصول إلى منصة التتويج أيا كانت الميدالية. نتمناها ذهبية طبعا، ولكن الإنجاز هو أن نوصل إن شاء الله من ضمن أول 3 ميداليات في هذه اللعبة، لعبة كرة القدم، اللي هي اللعبة الشعبية اللي هي كل العرب بدأوها وشاركوا فيها في قبل كل الألعاب الأخرى. احنا يمكن قبل ما نتكلم عن المنتخب الإسباني أو عفوا المنتخب المغربي، أسامة، لازم نتكلم عن الفكر الذي أوصل الكرة المغربية إلى ما وصلت إليه، سواء في مونديال الكبار صحيح أو الآن في الأولمبياد. ما تقدر تحتك بهذه الفرق وتحقق النتائج الإيجابية متواصلة. ممكن تفوز بالحظ مرة، لكن أنك تقدر تمشي وتقارعهم رأس براس إلا إذا عشت تجارب احترافية حقيقية. وهذا اللي حاصل في الكرة المغربية الحين. أسامة، كلنا نعرف أغلبية اللاعبين المغاربة يلعبون في أوروبا، محترفين في أوروبا، عايشين حياة الاحتراف منذ الصغر، مش من 25 و30 وطالع، لا، منذ الصغر. لذلك أنا أتوقع أن المنتخب أو الكرة المغربية، ما بقول هذا المنتخب، الكرة المغربية إذا استمرت بهذا الفكر أسامة راح تروح قدام في كل المشاركات العالمية. الطريف في الأمر أن هذه اللعبة كانت أقل الألعاب اللي العرب ينتظرون منها ميدالية، واليوم نحن نمتلك منتخبا في دور الأربعة اللي هو المنتخب المغربي، وندعو الله أن يواجه أو يواصل المنتخب المصري حضوره أمام المنتخب الباراغواياني ويقلب الطاولة عليه ويتأهل هو الآخر إلى دور الأربعة، حتى وإن كانت تنتظر مواجهة أصعب، إما أرجنتين أو فرنسا، لكن في المقابل الوصول إلى المربع الذهبي بحد ذاته أيضا نتيجة ممتازة للكرة العربية. صحيح أسامة، يعني نفس ما قلت أنت، لأنه كان عنا آمال في رياضات أخرى ما صارتش، فعلى الأقل الكورة إن شاء الله يعني المنتخب المغربي والمنتخب المصري يفرحونا بميدالية إن شاء الله، ميدالية يعني ذهبية، ممكن يكون نهائي مصري مغربي يعني إن شاء الله. نحن هذه الأولمبياد كعرب خدعتنا في أول يومين 3 أيام، قدمت لنا ميداليتين، صح، وبعد صح. ذلك أسبوع كامل دون أي ميدالية.